السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نتقدم لي معاكم نشارك معاكم وصفه ديال جوج كيكات بعجينه وحده بالشكلاط وحده بالفواكه الجافه. نبداو على بركه الله. عندي هنايا بول اللي درت فيه 3 ديال البيضات متوسطين كما كيبان لكم. غادي نزيد معاه قبيصه ديال الملحه، ضروري الملحه لتحسين الذوق. وغادي نزيد معاه كاس ديال السكر سنيده، وغادي نطربو مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو ويبيض كما كيبان لكم. هنا زدت معاه ساشي ديال الفاني، واللي عنده الفاني سائله يديرها. صافي بعد ما الخليط غادي يتضاعف ليا ويبيض كما كيبان لكم هنا في الصوره. هنايا غادي نبدا كنحيد الباطيغ الكتريك وغادي نبقى كنخدم غير العادي. زدت هنايا كاس لارب ديال زيت المائده وكاس ديال الحليب بحراره المطبخ، يعني ما يكونش عندك في الثلاجه، الا كان عندك دفيه غير شي شويه دوزيه هكا في ميكرووند ولا في هذا باش يسخن. بعد ما حركت مزيان هنا غادي نزيد الدقيق. في هذه المرحله الدقيق غادي تحركوه حتى يعني الخليط يولي عندكم خيط واحد، ما كيتقطعش ما جاريش وما تقيلش. غادي نزيد معاه عندي 15 غرام ديال الخميره الكيماويه، زوج ساشيات ديال هذيك الحمر، ولا الناس ديال هنا ديال فرنسا ديروا هذيك ديال 11 غرام وزيدوا معاها واحد شويه، هي 15 تقريبا. صافي غادي نخلط الخليط حتى يوجد عندي كما كيبان لكم. شفتوا هنايا الخليط صافي راه مزيان. بالنسبه للدقيق فرقته على جوج. النص الاول غادي نزيد عليه معلقه ديال الكاكاو المر، ضروري بانها توزوها هكا في الغربال باش ما تبقاوش دوك الكويرات وما تعذبكمش ملي تجيو تخلطوها. صافي بعد ما خلطو ضروري واحد المعلقه صغيره ديال الخل، كتجيب الكيكه هشيشه وكتحيد حتى ديك الزفوريه ديال البيض. غير ديروها على حسابي، ما غاديش تندموا. في اي كيكه عندكم ديروها، ما تخافوش، راه ما كيجيش المذاق ديالها نهائيا باين. انا زدت 20 غرام ديال الشوكولا نوار ديال 80% 80% ديال الشوكولا اسود، ولي بيبيت دوك البيبيت ديال الشكلاط. خديت المول ديالي دهنته بالزبده ودردرت عليه الكاكاو. من الاحسن ديروا الكاكاو الا كنتو غديروا كيكه كحله. وهنايا درت هذا الخط هذا باش تجيني الكيكه دايره ديك الكريشه خارجه. وبالنسبه للثانيه البيضه زدت عليها هنايا الفواكه. هذا خديت التمر، الزبيب البيض، الزبيب الكحل، المشماش، الكركاع. درت لهم شويه ديال الدقيق، قطعتهم صغار شويه ديال الدقيق ودرتهم باش ما يهبطوليش. وبيان سور ديك المعلقه كما قلت لكم صغيره ديال الخل. صافي خديت المول ديالي دهنته حتى هو بالزبده، ودرت ليه رقائق ديال اللوز كما كيبان لكم هكا، اللوز ايفيلي. وغادي ندير العجينه ديالي وندخلها للفران. فران طياب الكيكه، اللي عنده فران الغاز غيطيبها من التحت، اللي عنده هذا راه غادي تشعلوا عليها حتى طيب من التحت عاد تشعلوا الفوق. شفتوا ليك الخطيط اللي قلت لكم هنايا في الكيكه الكحله كتجي بحال دايره ديك الكريشه. كتجي زوينه، كيجي فيها واحد المنظر زوين. شوفوا لي الشكلاط كي كيجي في الكيكه، يا سلام كتجي معتبر. الناس اللي كيبغيو الشكلاط هذه ديالكم. وهذه ديال الفواكه الجافه حتى هي كتجي بنينه ما تشبعوش منها. انا حيت لها هذيك الكريشه باش تجلس. باش تجلس ما تبقاش كطيح. فوالا هنا قطعتها. شوفوا كي كتجي في النار شي واحد المذاق، يعني غير جربوها على حسابي وردوا عليا الخبر. المهم الكيكات ديالي هما هادو، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. ساهل الا جاو عندكم شي ضياف ولا بغيتو تفرحوا وليداتكم وكل واحد شنو كيبغي، فبعجينه وحده غادي تخرجوا جوج. ان شاء الله تلقاو في وصفات جديده. وخليوا لي شي كومونتير ولا شي جيم ولا اي حاجه من عندكم. اسم النعسل، والسلام عليكم.